ليه انا اقعد استنى في اخر دقيقه اخش فيها جون؟ دي اول نقطه بالنسبه لماتش بتروجيت، دي اول نقطه. النقطه الثانيه، الاهلي الحمد لله يا جماعه رجع. الفرقه دلوقتي كولر ومجلس اداره النادي الاهلي بيبداوا يبنوا سكواد قوي جدا لكاس العالم للانديه. انا شايف اخر ماتشين للنادي الاهلي او اخر 3 مباريات للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب بمستوى متصاعد ومستوى فني ممتاز جدا جدا جدا. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، هو عمر السعي يعني عنده مشكله عليه فلوس لكولر مثلا ولا حاجه؟ يعني انت بتنزل كريم نيدفيد، طب عمر السعي لا ليه؟ وخش قول لي مين هو راجل المباراه، لان انا قاعد بصراحه محتار، مش عارف يعني اخليه مين. طيب امام عاشور، اشرف شطور زي ما بيقول، ولا اخليه جراديشار المنشار، ولا اخليه مروان عطيه، ولا اخليه كريم الدبيس؟ عموما الفرقه الحمد لله، يعني انت زي ما قلت لك كده، يعني زي احنا جايبين اجوان ولاعبين لعب حلو بنص روح الفانيله الحمراء، بنصها. عندي بقى علامه استفهام على مين بقى؟ على قفشه. مش حاسه، مش شايفه، مش موجود. ما تفهمش، كأنه ما تفهمش في ايه. حسين الشحات يعني مش هو برضو. يعني المفروض دلوقتي في صفقات بتيجي، لازم انت بقى تاخد بالك من مكانك وتحافظ على مكانك. مش عارف. كريم نيدفيد، علامات استفهام عليه كتيره كتيره. ده اول ما نزل عمل كورتين ميس باص. رامي ربيعه النهارده لو حد خد باله منه، عشان انا باخد بالي منه من زمان، لا كان هيلبسنا كذا جون النهارده رامي ربيعه. ففي لعيبه كده النهارده يعني ايه مالكم؟ ما تلعبوا بنفس مستوى اللعيبه اللي بتلعب دي. مالكم في ايه؟ عمرو السوليه النهارده يعني مش ده مستوى عمرو السوليه، بس ممكن اقول لك مستوى عمرو السوليه 85% من مستوى عمرو السوليه. الحمد لله يا جماعه، الماتش في المجمل حلو. ليه فوائد كتيره جدا. الاداء الفرقه بتقول لك ان انت مستوانا بدا يزيد من ماتش للتاني. احنا داخلين على ايام هنشوف فيها سكواد قوي جدا جدا للنادي الاهلي، ولسه كمان بقى مع الصفقات دي ما تخش في السكواد بتاعنا وتخش في الفرقه وتخش مع خطه كولر. وكولر بدا الماتش اللي فات، مش الماتش ده عشان هم بيقولوا الماتش، لا، الماتش اللي فات بدا يلعب ب3 ورا، طبعا الشناوي و3 ورا، ال3 بيكونوا مدافعين، وفي بعض الهجمات او في بعض الكورر بيكون رامي ربيعه بيكون لوحده في الدفاع، وبيكون في سرد باكين، اذا كان هاني او اذا كان العش. والعش بقى يعني حركه حلوه جدا من امام عاشور الصراحه، لما امام عاشور بقى بياخد جوائز المباراه بيديها كل شويه اللاعب، النهارده اداها لمصطفى العش. وعش صراحه مستواه يعني كويس، وكان هيلبسنا جون، بس برضه مستواه الحلو يتغاضى عن الكره اللي اداها بغلط للشناوي دي. وبيكون بقى في خط الوسط بيكون بقى مين؟ امام عاشور والسوليه وقفشه، بيبدا بقى روتيشن بقى، يبدا يحركوا بعض، تمام. وبيكون بقى قدامهم مين منطلقين؟ كريم الدبيس. وكريم الدبيس يا جماعه نسخه يعني ممتازه كباك ليفت، ما حدش واخد باله منها. لازم الراجل ده ياخد حقه من الزيطه، لازم الراجل ده ياخد حقه من الدعم مننا كجمهور النادي الاهلي. وعلى اليمين حسين الشحات، ومعاهم بقى جراديشار المنشار. عايز اقول لكم ان ليه احنا مش بنديله حقه، ليه مش بندعمه؟ ده خامه كويسه جدا، بيفكرني ببدايات وسام لسه في بدايته، وبيعمل كل ماتش بيعمل على الاقل مساهمه وهدف. فانا شايف ان الراجل ده هيعمل شغل حلو قوي لما ياخد على اجواء مصر، وبعد كده ياخد على اجواء الملعب مع النادي الاهلي. والف الف مبروك. هلا من خبيث، راكب ضحكه.